السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منورين. عايز اقول لكم فيديو مهم بالنسبة للناس اللي جاية اوروبا جديدة. محتاج يجيب ايه معاه من لبس وحاجات، يعني لو هو متاح عنده في بلده وهو جاي، ولو هو مش متاح يشتري من هنا، بس يستحسن يجيبه وهو جاي لان بيكون السعر رخيص شوية. تمام. شمسية، لازم يكون معاك شمسية. هنا الشمسية زي المية والاكل بالظبط، كأنك بتتنفسها يعني لان الاجواء هنا على طول مطر زي ما انتم شايفين كده. هوريكم الاجواء، بصوا، احاول اوريكم الدنيا على طول مطر بالشكل ده. ف الموضوع بيكون صعب جدا، عماله تمطر بس انا عشان اصور لكم الفيديو فيعني قفلت الشمسيه وعايز اصور لكم الفيديو عشان ايه تشوفوا الدنيا عامله ازاي. هكمل لكم الفيديو ما اطلع فوق لان انا كده هغرق ميه. تمام، واقول لكم على الباقي. بس المنظر الجامد ده، بصوا القطر بيمشي فين تمام يا جماعه. معلش الدنيا بتمطر جامد. وانا كمان نسيت الجاكيت، ودي عشان كده انا عملت لكم الفيديو. بتحتاج معاك شمسيه باستمرار. بتلاقي الشمس طالعه والدنيا بتمطر عادي. تمام. تحتاج جاكيت جلد مش زي اللي انا لابسه ده. انا نسيت اخد الجاكيت الجلد وطبعا غرقت، هروح اغير كل الهدوم. ثانيه واحده افتح الباب وادخل واكمل لكم. تمام يا جماعه، بتحتاج معاك جاكيت جلد عشان المطر اللي على طول شغال ده. بتحتاج معاك وانت جاي جزمه اللي هي جلد، او جزمه ما تشربش الميه وتكون ما بتزحلقش. تمام، لان الارض هنا معظمها كمان الدنيا بتمطر على طول، فتلاقي الارض طالع فيها النجيله الخضراء دي اللي عامله زي اللي بتبقى على البحر. فالنجيله الخضراء دي لما بتدوس عليها بتزحلق زي الصخور اللي بتبقى على شط الميه كده. فمعظم الاماكن اللي ما بيمشيش فيها ناس كتير كلها بيطلع فيها نجيله، ولكن اللي ما مشيش فيها ناس كتير بتلاقي النجيله دي عاليه فتقدر تزحلقك، يعني لا قدر الله تتكسر او حاجه، فهتبقى مشكله يعني. تمام. انا لسه والله ما غيرتش هدومي، بس قلت اعمل لكم الفيديو من تحت عشان تشوفوا الاجواء بتبقى عامله ازاي. بالنسبه للجزمه يعني عشان ما تشربش ميه وتقدر تمشي بيها عادي. تمام، يعني ما يجيش حد بكوتشي مثلا، اللي هو الحاجات اللي عندنا بتبقى فيها شبك ومش عارف ايه والحاجات دي مش هتنفع معاك خالص. هتنفع في الصيف بس، والصيف كمان ساعات الدنيا بتمطر، فيعني اعمل حسابك ان طول السنه مطر. تمام. هات دايما الحاجات الجلد، الحاجات اللي هي اللي ما تشربش الميه، شمسيتك. ودايما وانت ماشي شنطة على ظهرك. هتلاقي معظم الناس كله ماشي، ستات كبيرة، ستات، بنات، شباب، رجالة كبيرة، عيال صغيرة، هتلاقي كله ماشي. مفيش حد يعتبر مش ماشي اللي هو ما يعرفش يعني مش هتلاقي حد ماشي كتير في الشارع مش شايل شنطة على ظهره. لازم تبقى ماشي شايل شنطة على ظهرك، إلا إذا كان عنده عربية أو حاجة فمش محتاج يشيل الشنطة، لأن بينزل من العربية يروح ويجي وبتاع، فإيه سريع حاجته في العربية يعني. فتملي هتلاقيك شايل شنطة على ظهرك. الشنطة دي فيها كل الحاجات اللي انت محتاجها. دايما خد معاك حاجات صغيرة، سنيك مثلا، اللي هي الحاجات الصغيرة اللي بتتاكل ايه سريع دي. خد معاك ازازة مية فاضية مليانة ايا كان. لما تفضى في حاجات اماكن في الشارع تقدر تملى منها المية اللي انت عايزها. تقدر تملى، عاملين هو الدولة عاملة اماكن في الشارع، اماكن عامة تقدر تملى منها مية. في بعض الجناين هتلاقيها، في العاصمة هتلاقيها، في كذا مكان هتلاقيها، هم عاملين موضوع كده يعني. وكمان في مكان تشرب منه لو معاك حيوانات او حاجة، بصرف النظر يعني. دي الحاجات الاساسية. حتى الشنطة اللي تشتريها جيب شنطة جلد، لان لو جبت شنطة عادية وحاطط فيها ورقك ومثلا بتلف تدور على شغل، بتلف تعمل حاجة، الشنطة العادية اللي انت شايلها دي هتشرب مية، ولو شربت مية هتبوظ لك ورقك وهتبوظ لك حاجتك. حتى لو حطه في دوسيه او حطه في حاجة، الشنطة هتعبي مية، الدوسيه هيتحط فيه مية، سوري. ف هتلاقي الشنطة اتعبت مية وهتبهدلك الدنيا، ويبقى حاجتك كلها راحت في داهية. تمام. لان انا جربت بصراحة، فقلت اعمل لكم الفيديو ده مخصوص يا جماعة. انا جربت الموضوع بصراحة، ولما جيت ما حدش قال لي، ما شفتش فيديوهات ولا حد قال لي اجيب لبس ايه ولا بتاع. وده الجاكيت اللي انا جيت بيه. جاكيت قماش عادي خالص زي ما انتم شايفين. تشوف شرب ميه، مع اني معايا الشمسيه، بس طبعا بعض اطرافك بتبقى بره الشمسيه، لان انت مش كتكوت ماشي في الشارع، انت يعني كائن هيوج عملاق، والشمسيه بتكون يا دوبك تغطي راسك وبعض الاكتاف كده يعني. فهي دي الحاجات الاساسيه اللي انت هتحتاجها معاك.
ويبقى معاك اكل دايما كده وانت ماشي، بحيث ايه جوعت مش عارف ايه، لان معظم الطرق في اوروبا بتكون طرق مختلفة عن عندنا. تمام يا جماعة، لان معظم الطرق بتبقى مختلفة غير عندنا يعني. فانت تملي هتلاقي الطرق كلها بتطلع لفوق، وبتطلع لفوق اكنك رايح الهرم كده، الناس اللي في مصر عارفين. هتلاقي الطرق معظمها طالع لفوق ومنحنيات وبتاع، فهتلاقي الطريق حامي جدا عليك، فهتلاقي بتبذل مجهود اكتر عشان تطلع الطريق غير انك تمشي عادي او تكون نازل. معظم الطرق بتكون طالعه لفوق وتكون قويه جدا، فانت بتبذل مجهود جامد، فبتلاقي نفسك بتنهج من اول ما تطلع الطريق. الناس اللي جايه جديده هتلاقي نفسك بتنهج في اخر شارع مثلا، هتلاقي نفسك بتنهج. لو لسه واكل هتلاقي تحس ان انت ما اكلتش حاجه وعايز تحط اي حاجه في بقك. تملي خد حاجه مسكره معاك، كيس كده فيه سوداني مثلا خليه معاك، كيس مثلا فيه حاجات اللي هي حاجات صغيره دي، اي حاجه بتتاكل صغنططه كده خليها معاك. حلويات مثلا، باكو بسكوت مثلا خليه في شنطتك على طول. وازازه ميه، عصير مثلا صغير بتاع. الحاجات دي كلها هتحتاجها وانت ماشي في الشارع، لان لو بتمشي كتير مثلا، نازل تدور على شغل، نازل تروح في حته، رايح مشوار، رايح بتاع، اكيد هتمشي يعني. مش القطر مثلا او المترو مش هيوقفك في نفس المكان اللي انت رايحه، هيوقفك في حته فهتروح تمشي. تمام، وانت مش مليونير عشان تاخد اوبر من الباب للباب يعني. فهتمشي. المشي ده هيهلكك، فهتحس ان انت عايز تاكل اي حاجه. ممكن تدوخ مثلا، عندك ضغطك عالي، ضغطك واطي، خد حاجه فيها ملح، حاجه فيها سكر، خليها معاك دايما في شنطتك، شويه ميه كده يعني. تمام. دي كل الحاجات اللي ما حدش قال لي عليها والله ما جيت هنا. وطبعا انا خرجت طبعا عادي جدا زي ما انا خارج كده، ما كانش معايا شنطة جلد ولا حاجة، وكان معايا جاكيت تاني جلد. فكنت خارج كده ولقيت الدنيا مطرت، طبعا رجعت كنت ناوي اخد شاور في البيت. طبعا خدت شاور في الشارع وخدت شاور تاني في البيت. وانا لما رجعت يعني وتعبت، قعدت فترة حوالي اسبوعين والله تعبان وبكح وسخونيه ومش عارف ايه وبتاع. طبعا لان ما حدش قال لي، ما كنتش اعرف الاجواء عامله ازاي. كنت اشوف على طول في التلفزيون ان هي اجواء مطر وفي مش عارف ايه وبتاع، وشويه تلاقي يقول لك الجو ساقعه، فالساعة بتاعتهم دي عاملة ازاي وبتاع. فتملي خد حاجات زي كده دايما، اشتري الحاجات اللي هي بتتقفل لحد الرقبة عشان تدفي رقبتك، لان ما تاخدش لطشة برد في هنا او في يعني كده. فما تشتريش دايما الحاجات اللي هي بتبقى مفتوحة بالشكل ده مثلا لحد هنا مثلا يعني. اشتري دي تحت الهدوم واشتري، او ما تشتريش الحاجات اللي هي بتبقى ايه معمولة كده، غير في الصيف الحاجات اللي هي بتبقى برقبة عادية يعني. اشتري ده ملي الحاجات اللي تقفل كده بحيث ايه تدفيك. تمام. ركبت عجلة، ركبت موتوسيكل، ركبت بتاع مش عارف في هوا ايا كان يعني. خليك مرتب امورك يعني. ايه تاني يا رب محتاجه؟ تملي معاك في قلب الشنطة بتاعتك لو انت نازل جديد، خلي معاك قلم ورقة، كشكول كده حلو وقلم، بحيث ان انت هتحتاجه دايما في الاماكن الحكوميه. وعشان تشتري مش زي عندنا في بلادنا، ان انت مثلا بتبقى واقف في مكان حكومي فتقول لحد اديني قلم فيدي لك القلم يكتب وبتاع. هو مش هيعطل نفسه هنا عشان يدي لك قلم بتاع، لان هنا كل الناس هتنزل هتلاقيها بتجري ورا بعضيها. بتحس ان هو ايه، انت ماشي واحد رايح واحد جاي مش عارف ايه، هتلاقي الدنيا بتجري سريعه. غير عندنا هتلاقي حد براحته كده وقاعد بيقول لك اقعد يا ابني، انتوا مستعجلين على ايه؟ ده العمر يا ابني، ما انت بتجري ليه واحده واحده وبتاع. مش هتلاقي الناس دي. كل واحد بيجري بيعمل اللي هو بيعمله، فمش حدش هيقف يديك قلم عشان تقعد تعمل وبتاع، الا تلاقي حد اللي هو ايه مش مستعجل على حاجه، حالات نادره يعني. فخلي معاك قلم دايما، لان برضو انا كنت رايح اعمل ورقه في مره وما كانش فيه قلم ومفيش مكان اشتري منه، واضطريت ان انا اركب المترو تاني وانزل اخد مشوار بتاع حوالي 3 4 محطات لكشك انا عارفه عشان اشتري قلم وارجع. ولما رجعت كان الدور بتاعي فات، رحت تاني يوم. تمام. ده بسبب قلم. فانا بقول لكم والله على الحاجات اللي هي ايه الاساسيه في قلب ولما تيجي تكون محتاجها يعني، دايما قلم في الشنطه، ازازه ميه، حاجه حادقه، حاجه فيها سكر على حسب الضغط بتاعك، كشكول او بتاع دوسيه صغير كده معرفش اسمه، نوت او نوت تكتب فيه، وقلم، قلم جاف، قلم رصاص كده يعني. تمام. والجاكيت والشمسية مهمين جدا، والجزمة اللي هي ضد المية عشان ما تتكحولش. تمام. وان شاء الله ما حدش يعيا باذن الله. انا قلت اعمل لكم الفيديو والله لان انا افتكرت دلوقتي ما الدنيا مطرت عليا وغرقتني، افتكرت اليوم اللي انا كنت جاي فيه والدنيا مطرت برضو بهدلتني. انا جيت في الشتاء نفس النظام كده، نفس الايام دي، وعييت. فقلت اعمل لكم الفيديو مخصوص والله عشان كده، عشان ما حدش يجي، الناس جايه جديده وربنا يوفق الجميع يعني. تمام. اي حد عنده استفسار على اي حاجه، ما اعتقدش ان في حاجه ناقصه، هو ده كل الحاجات اللي انت محتاجها يعني. اي حد عنده استفسار على اي حاجه يا ريت يكتب لي في الكومنت تحت،
وهستأذنكم اعملوا لايك للفيديو وشير للقناة. انا بشوف الناس تتفرج كتير جدا ومحدش بيعمل لايك، عشان نصعد الفيديو ونفيد الجميع يعني. يلا، سلام عليكم ورمضان كريم.